الله سبحانه وتعالى أيام هذا الرن إسكاله الله ينسوا فجيء قيام الليل كالله سي أيام ما هذا نقلنا إن فربضا نعمين كرب سبحانه وتعالى ونقول الله ضي آدي أفر بدنيهم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمين كرب سبحانه وتعالى هدي أتراهدان قل يبوك أنت القادتان تركوبا كوا كوبي كرم إذن ربي سبحانه وتعالى ولا ليال وقت آدي قيمة بدن أي أين كجرنا بل سيدد إنك كرتي بدنا إن يددال بدنا الله سبحانه وتعالى ومقدرين إن أي سوق قاران ربضات تنأى وكل ما فوق التراب تراب وحكستو عرد الدنيا لنا عرأي قدام بين دونا وقت هو عرريا وانا صعدا وقت ولا ليال ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب ميان الأركين ما أنتو سيدا يدك دقيسو برهنا سيدا يقودو دهي عدة سويسا يا الله سبحانه وتعالى وقارسيو كلمة نوحي كصاب سنتاي ولا ليال السعادة برارها إيا الرين رينتا إيا الجوشة إيا حسلوني ذا فيا عبد الله أتدري ما السعادة ما قرنا إسا سعادة وحاي تاي ولا ليال سعادة معها هانتي بدني إيا حول بدني معها السعادة إنما هي في القلب سعادة إيا حسلوني ذا إيا الرين رينتا إيا براره وحسلوني قلبي الدقاء السعادة لا تضاع ولا تشترى لما إيبي لما نسو إيبسدو ولكنها هبة من الله يهبها لمن يشاء من عباده وعطية إلهي أبحيه وأدي أدومدي سعيد وضون أصي ربي سبحانه وتعالى عباد الله السعادة نعمة من نعم الله على العبد سعادة يقوشا يحسلوني ذا يبراره ونعم الله سبحانه وتعالى نعموين كيسا كمد أضونك أصي ربي سبحانه وتعالى لا تنال إلا بطاعتي ضاعاء ربي سبحانه وتعالى مويانا وحكا لنا سعادة يقوش لكم قالوا مر سعادة هذه أي تاتاي وحين طابن دونا دور سببات أو كمد أسباب تسعادة فمن الأسباب التي تتحقق بها السعادة الإيمان والعمل الصالح وحكمد أسباب تي السببها أي كحق قوده أي كسقناتو سعادة يبراره الإيمان والعمل الصالح روحا إن لقاه إيمان يعمل وناكسا قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله وحويره من عمل كي كستاشق يا من وعام أما الله هذا أما ددها هذا حاجة ذنب أيها الله كعدي كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع كي كستاشق يا صالحة أي عملا صالحا عمل وناكسا من ذكر أو أنثى أو لبأ أما ددك والحال هو مؤمن من كاسئ يهي عمل كوناكسا شقين يا مد مؤمن أو إيمان لقاه لي جوابك وما ولا ليال شرط بايا له فلنحيينه حياة طيبة جوابك واقع نولينا بربي سبحانه وتعالى حياة طيبة نلل وناكسا أيان الدنيا دشة كن نولينا أو برار له آخرنا أبا المرين وناكسا أيا أضم بيسا الله وحكى له تلمامي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قفك هنون كي الراعب ربي سبحانه وتعالى مد أنبنا يا أقول دريسنا يا معها ولا يشقى مد لما يا معها فلا يضل ولا يشقى مد لما يا معها مد قول دريسنا يا معها ربي سبحانه وتعالى الله وحكى له تلمامي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ككجست حسكي يا قرآن كيغا وحاو كنا ولانا يا أبو ربي سبحانه وتعالى ولا الآدي آد عليا إذن وسبب ككوبات وحويا إنه حسنين يا السعادة يا رينتا ومن الأسباب التي تتحقق بها السعادة الإحسان إلى الخلق بالقول والعمل وأنواع المعروف وحكم ذا وسببها سعادة لقو قارة لقو قاستة كمدة
إن ضدك الله إحسان سمايو الله إحسان سمايو هذا الله إحسان سمايو عمل الله إحسان سمايو معروف ونعيني سفرها بضن قال الله جل في علاه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله وحويري إن فربضنا آدمها فقيس كمذا خير يوناكم أجرو إلا الروح أمر يصدق موياني أما أمر معروف يوناك موياني أما كشقين إصلاح بين الناس تذكر نحن ضعين الصوبيو الله وحويري ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله كما ذكور كالله صور شيء سمايا إسقى رضا ربكم رادين لله أي كتاي وحكى لأينك أهين فسوف نؤتيه أجرا عظيما وحنكو أبال مريض ونابو ربي سبحانه وتعالى أبال آذي أدوين ومن الأسباب التي تتحقق بها السعادة الإكثار من ذكر الله إن ربي سبحانه وتعالى حسكي سلف ربضيو وذلك من أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب وزوال همومه وغمومه وانا سبب كوغوين اللابت وحويان السبب إن بلارته حسيتان ربي سبحانه وتعالى لحسيا قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله وحوت المامي ألا وحرف استفتاح براروه بذكر الله تطمئن القلوب حسك إلهي أوكليا أي قلوبتك حاسشا بذكر الله تقديم ما كان حقه التأخير يفيد الحصر حسك إلهي أوكليا أي قلوبتك حاسشا رسولك صلى الله عليه وسلم وحوت المامي سيد الإمام البخاري ورنا من حديث أبي موسى الأشعري رسولك وحويري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت كالرب سبحانه وتعالى حصايا إياك الرب سبحانه وتعالى أن حسهين وحيث يقدقيه سيدا من النار إيا من دينتي أوكله بمعنى الغافل كالميت قفك حسك إلهي كما وقني واسيدا من بختيي أوكله والذاكر كالحي كإلهي حسيانا واسيدا من النار أوكله ولهذا يذكر إمام ابن القيم أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة الدنيا ده وحا كسغن جنة روح جنة الدنيا ده أنجل جنة الآخرة ما قال آيات الماء وحسك ربي سبحانه وتعالى قلوبته يكون حصل يسوع صبرك أوضا بين كل جبين إنه ولا ليال وحضور حلق الذكر ومجالس العلم وتدارس القرآن إن حلقات كذكر الله حاضره إياه وحويان علمك وحي كمتها هي أسباب تلقوا قاستو سعادة إياه برارها إياه بوشا رسولك وحاو تلمامي عليه الصلاة والسلام حديث كإمام مسلم ورنا من حديث أبي هريرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قام كما كل مان قريها إلهي كمذا يتلون كتاب الله حال أي أغريه يان كتابك ربي وجملة حالية قام كاسي حال أي أغريه يان كتابك ربي ويتدارسونه بينهم نحن ذنا يسكن دارسين يان هذه الله له إلا وحرف تحقيق بعد النفي أو حرف استثناء هذه الرمها سي أيدعان الله له نزلت عليهم السكينة وحكسوا دكتبوا ربي سبحانه وتعالى حسلوني وغشيتهم الرحمة وحعمم ضباشا نحريس وحفتهم الملائكة وحهراريسا ملائك وذكرهم الله في من عنده الله سبحانه وتعالى عند أكتسا يوكحصا رسولك وحو التلمام عليه الصلاة والسلام وحديث كان وكوع ضينيا جزاها يا أبالك أوليها أيليهين عند قريها إلهي قشا القرآن كإلهي كن دارسيسا إني أفر أرمود ليهين كو وحكسو دقيسا حسلوني الطمأنينة والوقار حسلوني أيكسو دقيسا أرنت اللباد يقوش اللباد يا أبالك اللباد إليهين وغشيتهم الرحمة نحريس أي الدبوليس أي أحاطت به ملائكة الرحمة وذكرهم الله في من عنده أي أثنى عليهم في المقربين عنده
هل كاسو إلهي كأمانيا أو كحسيا فيا عبد الله وكفى شرفا ذكر الله العبد في الملأ الأعلى وحشرف غفلا حسيتانك ربي سبحانه وتعالى أضنك وكحصايا في الملأ الأعلى ذكر الله العبد في الملأ الأعلى مصدر مضاف لفاعله وتمم لمفعوله حسيتانك ربي سبحانه وتعالى أضنك وكحصايا في الملأ الأعلى تصبح شرف غفلا قال للبيري رحمه الله في منظومته تائية وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ربي سبحانه وتعالى حسكيسا أرلد نحذا كفر بدي وكعاد يالو لتذكر في السماء إذا ذكرت سي أدينا حق سر لغا خصو مرك ربي سبحانه وتعالى حسدي ولا ليا نفط إذا ينفاها ولا راهي وحن أدر دار ما يا الله سبحانه وتعالى حسكيسا إنه فربضنا طبعا كاسي وحويا أين كجرنا إن كفر قبصنا وايا تضم إن نجاري دونا وحويا ورك ما هينو دنبينا الله سبحانه وتعالى هدافه دنبي والدينتنا الله سبحانه وتعالى هدافه سيدا إن بيت إلهي وصاكل أن الله سبحانه وتعالى جندي سهين نقول ميو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك